أجدد التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما عم تشوفوا مباراة البداية انطلقت، الطلبة مع الزوراء. أتمنى يكون دربي ممتع عكس المباريات اللي مضى من الثلاث السابقات. إن شاء الله تكون مباراة ممتعة. بهذه الصورة احتسب ركلة الجزاء ومن ثم أوف 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 لسه على الدقيقة الثانية. معقولة ضربة جزاء؟ معقولة؟ تتمنى أن يودع الكرة داخل الشباك. ننتظر ونتابع ركلة جزاء أكدها الفار. راح نشوف مين راح ينفذها، والطلبة راح يتوفق بتسجيل الهدف الأول على الزوراء. معقول؟ وانحصل على الجزاء للطلبة. مسوفة اللي راح ينفذ. تنشوف. يلا يلا سايمون ولا مسوفة؟ مسوفة شوط. والله ضاعت ضيعها. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. يعني لا، حتى لما عادها بالنطحة جابها على محل الحارس. لك يا اخي والله الجول 7 امتار 9 امتار. ايش بيكو؟ يعني وصلنا الدقيقة 20 مثل ما عم تشوفوا حاليا. هجمة للطلبة. يعني الطلبة أركز من الزوراء شيء بسيط، بس مباراة شيقة لحتى الآن. نتمنى يصير أهداف. يعني اليوم صار كذا مباراة بالدوري. النيروز والكرمة. خسر نيروز، فاز الكرمة 3-1. هذا كان عزيز. محمد جوان أكولي جاب هدفين بالدقيقة 52 و91، ومحمد زاهر جاب هدف. هذا بالنسبة لأهداف الكرمة. مروان حسين جاب هدف وحيد لنيروز، وهي الإعادة بالي هجمة مرتدة. فتح النص، مرتد من المدافع، تماس. كرة ملعوبة عرضية. أنور والله عبد الكريم يا حرام عليك. والله الطلبة صار عم يضيع طابات. يعني هجومهم اللمسة الأخيرة مفتقدها. طلع على الطابة شلون ضيعها. الله. الزوراء حرام تضيع. حرام 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 تضيع. عالية غيث معروفي أبعد الكرة إلى خارج أرضية. يعني جو جميل، ملعب جميل، جمهور جميل، إلا أداء اللاعبين سيء. نحكي الصراحة، هاي نص ساعة مضت على المباراة. أداء يعني لازم أقوى من هيك. مباريات الدربي أقوى من هيك أداء، أما الأهداف توفيق. يا حرام على هالطابة اللي ضاعت، يا حرام. ولو تسلل، ولو تسلل، ما أعرف إذا كان تسلل أو لا، بس لازم هيك طابة ما تضيع. هو متسلل، لا تسلل واضح، بس يعني ما تحطها. ما أعرف إيش حاجيك، ما أعرف. أوستن أموتو موت العالم. أوستن أموتو يعني كان بإمكانك تفتح النص، ما بداعي لكبر هالراس. ولكن ضيعها إلى الخارج. علت العارضة إلى. طيب ليه كثر هالتمريرات؟ يلا حصلوا على خطأ تنشوف يقدر الطلبة يسوي شيء. أنور لعلي محسن. شريف يحاول الآن. لؤي خطأ ما في نقاش، بس تنشوف بالنقوال يا أخي. الشوط الأول بقى دقيقة. طلبة اللي لديه على ذكر. والله وسواها الزوراء. شفت على الخطأ القاتل بين المدافع والحارس. والله سواها الزهراء. كفو. يخلونا نشوف جول يا رجل، نشفتوا عيوني. وصلت لجينيس. كرار محمد تنقل للامام، ولا خطيره خطيره للزوراء. يا سيدي خطأ بين المدافع والحارس، بس الصراحة والله هالجماهير تستحق أكثر من 3 جوال. يعني أول مباراة شو بيها حضور جماهيري ممتع. شوف الإعادة، شوف شلون التمرير الخاطئة طلع وحطه. والله برافو. جول للزوراء. خطأ كبير من المدافع. والله ما كذب خبر علي يوسف، ما كذب خبر. ما حدا يرفض هيك هدية يا معلق. مين بده يرفض هيك هدية؟ تغيير اضطراري بنادي الزوراء بداية الشوط الثاني. جلالي غادر وعلي فيصل ينزل. اللي ما كذب خبر، اللي ما
ويلا وصفر الحكم. واتمنى نكون امتع من الشوط الاول اللي ما جاء به هدف الا بالوقت القاتل. ان شاء الله نشوف عده اهداف، اداء محمس، متعه. تعرفوا انتم الطابه ايش بدها يعني، ما بده مين يشرح لكم. كرة للأمام يعني مثل بداية الشوط الأول الطلبة مركز أكثر. الكرة التي طالب فيها الطلبة العمال يحاول يسوي شيء، بس أنا برأيي مازوفا لازم يطردوه. ضيع ضربة جزاء وقالها رجع ضيع طابة والله لا يوفقه. قال محترف قال. يعني الطلبة مو ناقصه غير اللمسة الأخيرة بس. يعني بالملعب هو الأفضل، تمريرات أدق، شبه استحواذ أكبر، بس ناقصه إنه اللمسة الأخيرة يعني يتوفق بيها. شو الزوراء طاباته أقل بس أخطر، وهذا الثاني حرام تضيع يا رجل، والله شالوها. يعني الزوراء طاباته أقل على المرمى بس أخطر، يعني طاباته بتعب الدفاع ميكن. حسن عبد الكريم ما بالطلبة بالأخير ما بتركيز بالمرة، على ما يبدو على التعادل صعب وما خرج وما نقدر. يعني على ما يبدو راح يفوز الزوراء. الطلبة صعب يعني ماسوفا لو انا مدرب بدي اشبعه شتل لخلي طرق يتشاف لقبرص. يعني شايف يمكن هي الطابة الخامسة او الستة اللي ضيعها الاسود هذا النجس. يعني ما اعرف يعني محترف بمستوى مازوفا، يعني هذا جاي يقدم نقلة فنية للنادي الا جاي يتعلم اللعب على الدوري العراقي. ما فهمت اني الادارة شو المقعد مع هيك لاعب مثل مازوفا. يعني دائما مباريات الدربي تصير حساسية قوية، يعني لاحظ بالتحامات قوية، الله يستر ما يصير اصابات. يعني عامل خضر بطاقة صفراء مجانية بس لانه اعترض على قرار الحكم. يعني لو اي لعنة يخرج ومازوفا يبقى. يعني المدرب الطلبة شو بده ما اعرف. يعني كل فريق عنده 3 انتصارات وتعادل. معقول هذا الانتصار الرابع للزوراء على الطلبة. لسه عنا 8 دقائق 7 دقائق تقريبا، عم نستنى ونشوف صافرة الحكم لوين تودي جمهور الفريقين. وهذه محاولة والرأسية في الإبعاد حتى لو تسلل حرام تضيعها. حرام يا مراد حرام. قصير الكرة أنور. المباراة شرفت على نهايتها. الدقيقة 90 انتهى، 6 دقائق وقت إضافي. لحتى الآن الزوراء 1 الطلبة 0. على ما يبدو مدرب الزوراء ما عاف ولا مهاجم، نزل كله دفاع ووسط متأخر، راح يحافظ على الهدف آخر 5 دقائق حقه الطبيعي. ومازوفا يستحق الإعدام الميداني. على الكرات العالية شو عم يصير بالطلبة؟ واحدة من الكرات وصلت. طابة لو اني حطيتها جول. والمحاولة فرصة للتعادل. ايش عم يصير؟ التعادل جول. يعني الوقت انتهى الإضافي بفضل 10 ثواني. بطل الفرص الضايعة اليوم مازوفا. يعني طابات بالجملة. أنا ما بحكي على ركلة الجزاء، عم بحكي على بقية الفرص. آخر فرصة من بالدقيقة 94 يعني أنا أحطها. المرة الأولى أمام العالية داخل منطقة الجزاء. هذه راسية. الحكم صفر، انتهت المباراة. هارد لك للطلبة، مبروك للزوراء 1-0. إذا وصلت معي لآخر الفيديو أتمنى تحط اللايك اشتراك وهيش تعليق حلو منك، وأهلا وسهلا بكم وفيديو ثاني إن شاء الله، وأهلا وسهلا بالجميع. سين ضغط من مهدي. سين فلاح يحاول والصافرة ولدينا خطأ في منتصف الملعب. خطأ في منتصف الملعب. مهند